بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تونس فتحت الباب امام راني خضيره، وراني خضيره اعلن بشكل رسمي تمثيله للمنتخب التونسي، وبنسبه كبيره هيكون موجود في معسكر مارس الحالي. فاحنا بنتكلم على مكسب كبير بالنسبه للمنتخب التونسي. بس هل تونس بتفتح الباب امام اي لاعب كده وخلاص حتى لو اللاعب ده كان رفض منتخب تونس؟ الاجابه طبعا لا. المصالح يا صديقي العزيز، مصلحه منتخب تونس في لاعب زي راني خضيره ان هو يكون موجود، انما في لعيبه تانية الباب مش هيتفتح ليها. ليه؟ بكل بساطه لان انت مش عاوزه، وهي الكوره كده بجد. يعني هي الكوره كده قصه معروفه في عالم كره القدم. طول ما انت بتقدم مستويات مميزه هيكون عليك العين، وهتكون من ضمن الاسماء المحبب ان هي يكون موجوده في المنتخب. لو ما بتقدمش اداء كويس هيتنفض لك. بيقول لك فتح قرار انضمام اللاعب راني خضيره صفوف منتخب تونس في سن الثانية والثلاثين باب النقاش مجددا حول سياسة الاتحاد التونسي تجاه اللاعبين مزدوجين الجنسية. فبعد سنوات من رفض تمثيل نسور قرطاج، قرر راني خضيره تمثيل منتخب تونس وتغيير موقفه واختيار اللاعب التونس في خطوة قد تمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم 2026. ورغم تردده في مرات سابقة، فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم أعاد فتح الباب أمام خضيرة في ظل الحاجة إلى عناصر ذات خبرة قادرة على دعم المنتخب في المرحلة القادمة. لكن الوضع يختلف تماما بالنسبة للاعب السويدي من أصل تونسي كريم المرابطي، إذا تبدو فرصته مع المنتخب شبه معدومة. مين بقى كريم المرابطي ده؟ هنعرف قصته دلوقتي يا صديقي العزيز. وفق مصادر مقربة من منصة وين فإن بعض المقربين من الاتحاد التونسي طرحوا في الفترة الأخيرة فكرة ضم المرابطي للمنتخب، غير ان الملف لا يحظى باي جاذبيه داخل الاتحاد، سواء الجانب الرياضي او الجانب الاداري، اللي هو شايفين ان هو الموضوع مش مستاهل، سواء لدى الاداره الرياضيه في الاتحاد في الاطار الفني، سواء الاداره الرياضيه او الاطار الفني، وهو ما يجعل فكره استدعائه مستبعده في الوقت الحالي. وياتي ذلك رغم حاجة المنتخب التونسي الواضحة على مهاجمين وأجنحة جدد يمكنهم تقديم الإضافة والاستحقاقات القادمة. وتعود قصة المرابط مع المنتخب التونسي في 2018 حين سافر رئيس الاتحاد التونسي وداع الجريء رفقة المدرب نبيل معلول للسويد من أجل إقناعه بتمثيل تونس في نهاية كأس العالم 2018 في روسيا. وحصل الوفد التونسي في ذلك الوقت على موافقة مبدئية من اللاعب لتعزيز صفوف نسور قرطاج، قبل أن يتراجع المرابط في اللحظة الأخيرة وقرر عدم خوض التجربة الدولية مع منتخب تونس، وهو ما ترك انطباع سلبي لدى مسؤولي الاتحاد. وده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، طبيعي جدا. حاليا اللاعب وصل 31 سنه، فانت بتتكلم على قصه صعبه جدا بالنسبه لمرابطي. يعني انت بتتكلم في قصه صعبه جدا بالنسبه لمرابطي، حتى لو هو هيفيدك في موضوع مركز صناعه اللعب والشكل الهجومي، بس لا، قصه مش مستاهله. ابن حنفي لو مستواه مميز كان القصه اختلفت. لو وافق عليه صبري اللموشي كانت ممكن القصه تتغير والحكايه تتغير بجد. ايه ده يا ابن حنفي؟ يعني انت قصدك تقول بكلامك الوديع ده ان مفيش مبادئ في عالم كرة القدم؟ عالم كرة القدم مفيش مبادئ حتى بالنسبة لتمثيل المنتخبات دلوقتي. حتى بالنسبة لتمثيل المنتخبات دلوقتي موضوع المبادئ ده دلوقتي بقى بيتغير، والقصة بقت بتتغير. في لعيبة افارقة رجعوا تاني يمثلوا منتخباتهم لمجرد ان هم ما لقوش فرص في اوروبا. ابرزهم اروان وان بيساكا كان بيتمنى الانضمام للمنتخب الانجليزي، لكن بعد ما فاتوا قصة المنتخب الانجليزي رجع عادي انضم لمنتخب الكونغو. فهي القصه دي بقت بتمشي كده دلوقتي. يعني القصه دي بقت بتمشي كده دلوقتي، انت بتنتظر منتخب اوروبي، لو المنتخب الاوروبي ما جاش عادي انك ترجع تنضم لمنتخب افريقي. في اتحادات ما بترضاش، وفي اتحادات تانية بتقول لك واي نوت يا معلم، مش لاعب بيقدم مستوى كويس نرجعه. واليوم بعد سنوات من تلك الحادثه يبدو ان الباب الذي فتح مجددا امام خضيره قد اغلق نهائيا في وجه المرابطي اللي سبق ليه تمثيل السويد في 3 مباريات دوليه، لكنه ما يزال يحق له تمثيل منتخب تونس. يبلغ كريم المرابطي من عمر 31 عام، وقد ولد في السويد لأب تونسي وأم فنلندية، يشغل مركز الجناح الهجومي أو صانع الألعاب. بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري السويدي مع نادي سيريوس قبل أن يبرز بشكل لافت مع نادي ديو جاردن، حيث قدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز اللاعبين في الدوري السويدي في الوقت ده. وفي عام 2019 خاض تجربة في الدوري الإنجليزي أو في إنجلترا مع نادي برمنجهام سيتي، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة ميشيلين، حيث استقر منذ عام 2020 وأصبح من العناصر المهمة في الفريق.
ويمتاز لمرابطي بسرعته وقدرته على اللعب في اكثر من مركز هجومي، اضافه الى مهاراته في صناعه الفرص، وما جعله يحظى باهتمام المنتخب السوري في فترات سابقه. فترات سابقه يعني انت بتتكلم دلوقتي عن لاعب 31 سنه، فانت بتتكلم عن التجربه مش محتاجه ان انت تدور دلوقتي في قصه 31 سنه ولاعب عنده 31 سنه، خصوصا يعني ان انت في المركز ده عندك لعيبه زي حنبال وعندك لعيبه زي اسماعيل الغربي. يعني انت عندك حنبال، عندك اسماعيل الغربي، عندك لعيبه شباب كويسه، وكمان عندك لعيبه زي الياس العاشوري، وعندك لعيبه زي سبيستيان تونيكتي، وعندك لعيبه زي الياس سعد. فانت ليه تروح تجيبه الا لو جناح يمين؟ ولكن ما اعتقدش انه راجل جناح يمين، يعني ما اعتقدش ان هو جناح يمين، وحتى لو هو جناح يمين فاكيد ارقامه مش واو، اكيد الدنيا بالنسبه له مش افضل حاجه دلوقتي في المستوى الفني. من حق المدير الفني ان هو يطلب بلعيبه يتعمل لها استثناءات، وان في لاعب رفض قبل كده الانضمام تروح تفاوضه تاني فاللاعب ده يغير موقفه زي راني غديره، ومن حقه برضه ان هو يقول على لعيبه تانيه لا مش عايز. فانت بتتكلم هنا على قصه خيار فني بحت، وبتتكلم على قصه مصالح فنيه بالنسبه للمدير الفني اللي لازم احترام ارائه الفنيه. فانت بتتكلم هنا عن قصه مختلفه، الموضوع ما بقاش متعلق بالانتماء والولاء وحب البلد وحب التيشيرت والقتال لاجل رايه الوطن، الموضوع بقى متعلق بالمصالح بشكل كبير جدا. اللاعب بقى شايف ان موضوع التواجد في المنتخب مصلحه، هنلعب بطوله كبيره مصلحه، هنلعب كاس عالم مصلحه. في لعيبه لسه بتحسبها حسبه الانتماء والولاء، وفي لعيبه تانية الحسبه بالنسبه لهم مختلفه. فطبيعي ان زي ما اللعيبه بيحسبوها مصلحه، انت برضو كمدرب وكاتحاد بتحسبها مصلحه، بتحسبها مصلحه ان اللاعب ده هيفيدني ولا لا، ان اللاعب ده يستحق ان انا اجيبه ولا لا. فالقصه دلوقتي في عالم كره القدم راحت لتطور تاني، وهي ان الموضوع بقى صناعه قايمه على المصالح، حتى بالنسبه للمنتخبات الموضوع بيبقى قايم على المصالح بشكل كبير. فانت بتتكلم عن فترة عاطفية كانت جميلة بالنسبة لكرة القدم، فترة عاطفية كانت رائعة، كانت فترة القتال على التيشيرت لأجل الوطن والقتال على راية المنتخب دلوقتي القصة بقت مختلفة تماما، القصة بقت ان في لاعب بيقاتل عشان يظهر بشكل كويس عشان الأندية الأوروبية تبص له، لاعب بيظهر بشكل كويس علشان خاطر يضغط على الأندية بتاعته تعدل له عقده، لاعب بيظهر بشكل كويس علشان خاطر عايز ياخد مكان أفضل في ناديه. فالقصة دلوقتي اتغيرت والتبعات دلوقتي اتغيرت، والقصص بتاعت زمان وحلاوة قصص زمان بدأت تتغير بشكل كبير جدا. فكرة القدم قدام تحديث ابن لذينه، الجمهور محتاج يفهمه ومحتاج يدركه ان الموضوع بقى صناعة بحتة، ما بقاش فيها علاقة بالمشاعر والأحاسيس بتاعت زمان، وقصة اللاعب اللي بيقعد يبكي بحرقة عشان خاطر كان نفسه الجمهور يبقى فرحان ونفسه يعمل حاجة لبلده. هتقولي بس دي شريحه لسه موجوده، هي لسه موجوده بس النسبه بتاعتها بقت بتقل. يعني زمان كانت القصه عباره عن 90% ل 10%، بعد كده بقت 80-20، بعد كده بقت 70-30، دلوقتي احنا وصلنا ل 60-40. فبقت شريحه كبيره، وهي شريحه المصالح، وشريحه بقت قايمه على ان هي مصلحتها ان هي تكون موجوده في المكان ده. فلازم عليك صديق انك تتقبل الحكايه وتتقبل الروايه زي ما هي، تتقبل ان في لعيبه هيتم السماح ليها وهيتم التغاضي عن اشياء عنها لمجرد ان انت محتاجها دلوقتي، وفي لعيبه تانية هتقفل قدامها نفس الابواب اللي انت فتحتها مع حد تاني، مش لمبادئ ولكن اسباب فنيه، بس انت بتتكسف تقول ان هي فنيه.